السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. استئناف التدريبات في النادي الأهلي بحضور اللاعبين الدوليين استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الكأس. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يقترب من الاستقرار على الدفع برامي ربيعة أمام المقاولون العرب في مباراة الكأس القادمة بسبب تخوفه الكبير من الدفع بمحمد عبد المنعم، ويفضل عدم المخاطرة بالدفع باللاعب في الفترة الحالية. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر بدون جماهير. وكيل حسين الشحات يعلن عن وجود عرض خليجي وآخر أوروبي للاعب، ولن يتم اتخاذ أي قرار قبل معرفة الموقف النهائي للنادي الأهلي بشأن التجديد للاعب. 3 عروض لاستعارة محمد مغربي وحسام حسن من الأهلي خلال فترة انتقالات يناير، وإدارة النادي تترك الأمر للمدير الفني لتحديد مصير اللاعبين من البقاء أو الرحيل. تأكيد غياب أيمن أشرف عن تدريبات الأهلي لمدة لا تقل عن شهرين بسبب الإصابة. كولر يشيد بشكل كبير من المستوى المميز الذي قدمه مصطفى سعد مع المنتخب الأولمبي. مروان عطية ينفي توقيعه للنادي الأهلي ويؤكد لإدارة الاتحاد أن كل ما يقال مجرد إشاعات كاذبة. شادي حسين يعود للتدريبات مع الأهلي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة. مارسيل كولر يقرر الذهاب لمقر الأهلي في مدينة نصر لمشاهدة مباراة شباب الأهلي والزمالك غدا. الكابتن محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة على رأس حفل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء بداية العام القادم لتكريم أساطير كرة القدم عبر التاريخ. حسين لبيب يتهم مرتضى منصور بإهدار أموال الزمالك من أجل مجد شخصي أمام جماهير الزمالك، ويصفه بالكاذب والوقح بسبب اتهاماته الكاذبة للآخرين ومحاولته تصدير أزمات لجماهير الزمالك. أكرم توفيق: كنت أتمنى التواجد في الفوز بالتاسعة حين أتت الفرحة بعد انتظار كبير، وفي البطولة العشرة لم يكن هناك نفس الشعور، وحسيت إننا واخدين كأس مصر وماشيين. وعندما انتقلت للنادي الأهلي كان أسعد يوم في حياتي، كنت أحب محمد أبو تريكة، وعندما ألعب مع أصدقائي في الشارع كنت أقلد احتفال الطائرة الخاص به، وكنت وقتها أحلم بالذهاب للنادي الأهلي والحلم تحقق الآن. الزمالك يعلن سفر جسواردو فيريرا مدرب الفريق للبرتغال وغيابه عن مباراة المصري في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، والمدرب المساعد سيقود المباراة فنيا. محمد محمود يقترب من الخروج للإعارة في يناير، وكولر متمسك بوجود محمد هاني وتوظيفه في مركز المساك بنسبة كبيرة جدا، وهناك احتمالية كبيرة لخروجه على سبيل الإعارة في حالة التعاقد مع بديل قوي لأكرم توفيق. نادي وفاق سطيف الجزائري يعلن فسخ عقد مدربه حسام البدري بالتراضي. رسميا إنجلترا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وويلز وسويسرا يصدرون بيانا موحد بعدم ارتدائهم لشارة المثلية في كأس العالم قطر 2022. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.